السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. احنا النهاردة بقى نعمل بروكلي الافران مع بعض. معانا هو كيلو ايه، هو نص كيلو دقيق، ولقيت فيه كوباية هتبقى زيادة فحطيتها، يعني يعتبر ان ايه كوباية الا ربع، كيلو الا ربع دقيق، يعني هي نص كيلو كوباية، يعني 4 كوبايات ونص دقيق. ماشي، يعني كيلو، قولوا كيلو الا ربع واقل كمان. حطيت عليه نص معلقه ملح. ده بصراحه هيبقى جميل قوي. ونفس الطريقه ان شاء الله. كيلو منه بره ب60 او ب70 جنيه البروكلي الافران. احنا هنعمله باسهل طريقه، والكيلو الا ربع ده هيعمل لنا حوالي كيلو ونص بريك. تعالوا نشوف مع بعض. انا كده حطيته في العجان، انا هعجن في العجان. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت فيه نص معلقه ملح. ما شاء الله النتيجه انا البتاعه دي انا اختبرتها اهي، الخميره ما شاء الله. شوفوا عامله ازاي. معايا دلوقتي عندي لبن، انا عندي لبن واخد في التلاجة. ماشي، انا ما برميش اللبن الواخد، بعينه في الفريزر وبستعمله. معايا بيضايه، لو مش حابه تحط بيضه ما تحطيش، بس البيضايه بتديها طراوه حلوه. خلاص ماشي. معايا دلوقتي معلقه صلصه، معلقه كبيره مليانه اهي، ونص معلقتين صلصه، وكانوا اخر البرطمان كمان. ما تحطوش صلصه طماطم، هما معلقتين صلصه. واضرب كله في بعضه كده. دي المكونات السايله، كل المكونات السايله مع بعضيها، البيضه والصلصه واللبن. خلاص ماشي. صلصه البرطمانات اللي انا بستعملها، ما تحطيش يعني صلصه طماطم التانية. بصوا بقى، انا هشغل بقى الخميره ما شاء الله مرتفعه جدا كده. كده قلبت الصلصه على اللبن على كوبايه الا ربع. عشان ايه؟ هو المفروض احط نص كوبايه زيت على سمنه، انا حاطه كوبايه الا ربع عشان كوبايه الدقيق الزياده. ماشي. سمنه بلدي مسيحه، هي مسيحه. بص كده، هاخد بقى المكون ده كله كده وايه، وتعالوا في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. الخميرة ما شاء الله خميرة جميلة، لازم نجربها. انا حاطه الخميرة على معلقة سكر على مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تجربي تختبر الخميرة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده انا ايه العجينة اهي، وحطيت الخميرة كلها نور كده اهي، الخميرة كلها اتحطت. ماشي. وهعجنها شويه وهرجع لكم تاني. كده انا خلصت ما شاء الله. ممكن لو مفيش عجان عجنيها، هي سهله يعني، عجنيها على ايدك عادي، بس انا كمان انا عندي عجان فحبيت ان انا اعملها. ماشي. هاخدها بقى افضيها واسيبها ريحها شويه. ماشي. فضيها على ايه، عايزه اسيبها في الحله زي ما هي. شوف هي عجينتها جميله ازاي، ولا بتلزق ولا اي حاجه، اهي جميله قدامكم. خلاص ماشي. عايزه تحطي سيبيها في الحله، ممكن اسيبها في الحله شويه، سيبها في الحله بتاع ايه نص ساعه. ماشي. اهي موجوده في الحله نص ساعه كده، وهرجع لكم تاني واغطيها بأي غطا عندكم، غطوها بيه ونرجع نبص عليها.
لو في الشتاء هتسيبوها ساعة، ساعة ونص، لكن احنا في الصيف مفيش، يعني تلت ساعة نص ساعة وهتلاقيها اختمرت. يلا خليها في الحلة بتاعتها وهغطيها. ان شاء الله العجينة خمرت، خليها قعدت نص ساعة. شايفين ان شاء الله عليها جميل. يلا انا هقطعها بقى. هقطعها ان شاء الله بقى، وايه كور كده صغيره. معايا دلوقتي حبه البركه، ومعايا جبنه. دي جبنه حادقه على ايه، يعني على جبنه دلعه، على جبنه من العلبه. اي جبنه، اي نوع جبنه، فيها اعملها ساده وفيها اعملها بايه، بالجبنه. فالجبنه الحادقه دي بصراحه اللي انا مخللاها بتدي طعم جميل جدا. نحط حته كمان. يلا التقطيع بقى العجينه ان شاء الله. بصوا انا هقطعها كور بقى صغيره جدا، يعني قد الايه، قد الليمونه كده، الليمونه الكبيره شويه. صغيره خالص. بص نور، تعالى يا احمد كده. بنا طب خلي بالك. بص شايفين صغيره خالص، كلهم كده مقاسات واحده. عندك ميزان وعايزه توزني وزني ان شاء الله. هتعملي كده بالبركه، عينيكي كلها ميزان. سبعت بقى عني كده. انا خلصت تقطيع وهشوف اعمل ايه. افردهم بقى. انا كورتهم كده يعني ايه، انا يعني بصوا، النص كيلو دقيق وكوبايه، يعني اقل من كيلو الا ربع، او نقول نص كيلو مثلا. هو النص كيلو دقيق يعني مش هيعمل كتير، يعني للدرجه اللي بنشوفها، اللي بينزلوا لك الفيديوهات وبيقولوا ايه، عملنا نص كيلو دقيق جه 100 واحده. لا ما ينفعش. انا معاكم اهو، ومقطعاه صغير برضو. بصوا حشيت الجبنه، ما تتكيش عليه، سيبيه كده. بصوا نقطع لكم واحده كمان. انا هعدلكم بقى اللي انا عملته ده جاي كام كوبايه. بصوا بفردها كده، خلي سمكها حلو، يعني مش رقيقه قوي ولا عريضه ولا تخينه قوي. بصوا نحط حته الجبنه، ميكس الجبن ده جبنه دلع على جبنه حادقه جميله، مديه طعم خرافه. ماشي يا حبايبي. بصوا بجيب بقى دي كده وبروح لفها كده اهي، شايفين زي الفينو بالظبط، او لفه طريقه الفينو. خلاص ماشي. اجيب الصينيه بقى وايه واحط فيها، ما تبططهاش خالص. ليه؟ لانها هتخمر تاني. بصوا كده، وهوزنهولكوا كمان. هشوف بالميزان الكيلو الا ربع ده عمل قد ايه، يجي كيلو ونص ولا يجي كيلو، هنشوف. بصوا نفس الطريقه كده، بس قفليها كويس كده، قفليها كويس علشان خاطر الجبنه ما تخرجش منها. انا كده بقى هفردها كلها وايه، ولما اخلص بقى فرد انا اوريكم كده الطريقه. خلاص ماشي. اخلص فرد الحاجه البوريك وايه، وهرجع لكم تاني
الجبنه الحشو على فكره زي ما تحبي، يعني انا هعمل ساده مش كله بالجبنه. ماشي، بصي كده كده قفليها حلو، ولا تتكيش عليها ولا اي حاجه خالص. خلاص ماشي. يلا انا هخلص بقى ان شاء الله كده وايه، ولما اجي ارصه في الصينيه هرجع لكم بامر الله. ماشي حبايبي. عايزه بقى تحط عليها زعتر حطي، او قلبي في الجبنه زعتر كده بتبقى جميله. الساده بقى ممكن احط عليها زعتر، وانا عندي زيت الزعتر. يلا هرجع لكم تاني. انا قطعت اهو معاكم الصينيه دي، ده كبيرش مكبره شويه، وده اهو، وده صغير شويه اهو. ده كل اللي انا عملته، النص كيلو دقيق وكوبايه كبيره اللي فاضل اهو معاكم. بصوا بقى، اللي عندكم اي حاجه، لبن عايزين تعملوا بيض اعملوا، لبن، اي حاجه، ميه بسكر حتى، ادهنوا وشهم. انا عندي لبن اهو حليب اهو، هدهن وشهم كده في قلبي قشطه. حاجه بسيطه خالص. لو ما فيش اي حاجه خالص اعملوا ميه بسكر. كده عايزه تحطي سمسم حطي، حبه البركه حطي اللي انت عايزاه. عايزه تخليه ساده خالص عادي، خليه ساده. هعمل بقى الكميه كلها. واوريها لك. انا خلصت كده اهو. ده البوريك بقى الجميل، وانا وزنتهم بصراحه والله العظيم طلعوا 2 كيلو و300 جرام بالظبط. وانا مكبره على فكره التقطيع، بس ايه يعني مش يعني ما فيش نص كيلو بقى يجي 100 واحده والكلام اللي سمعته. لا، ده كيلو الا ربع اهو. عمل ده وده اهو معاكم برضو. ده ساده، انا عامله ده ساده ماشي. وده بالجبنه وحطيت عليه شويه زعتر في الاخر كده، حطيت مع حبه زعتر على الجبنه. ده بجبنه بس ماشي. والساده ده برضو معلوش حاجه، ده الساده اهو. ولا ما في عندي ما بيحبش حبه البركه، عشان كده خليته ساده. خلاص ماشي. يبقى كده البوريك معاكم اهوت ان شاء الله اهو. جميل والله. جربوا نفس الطريقه وان شاء الله ويظبط معاكم. ونفس النص كيلو دقيق حطي له نص كوبايه سمنه وزيت، نصها سمنه ونصها زيت. والحبه بقى اللي انا حطيتها الكوبايه دي حوالي اللي هي ربع كيلو، زودتها ايه حوالي ربع معيار سمنه. يعني انا حطيت عليهم سمنه على زيت كوبايه الا ربع اهو. طالع جميل معاكم. وانا هفتحها لكم كده، بس دي سخنه. اجيب لكم واحده بارده كده. شايفين ده اللي محشي بالجبنه اهو، ده اللي بالزعتر. جميل، طعمه جميل والله والله، وريحته جميله جدا اهو معاكم ماشي. جربوا بقى نفس الطريقه كده. ولايك بقى يا جماعه كده وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك. وان شاء الله نعلى بيكم. ونتقابل بقى في فيديو جديد كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.